سامعين منطقة اسمها أم خشم بالعراق؟ هاي المنطقة موجودة بمحافظة النجف الأشراف جنوب غرب المدينة، وهي واحدة من أكثر المناطق إثارة للفضول لأنه اسمها غريب وشكلها المميز من الأعلى. سموها أم خشم لأنه تشبه بتضاريسها أنف الإنسان، ويعود هذا الشكل أنه توجد بها حفر وانتفاخات بالأرض بسبب أعمال نبش للقبور اللي كان يقوم به لصوص الآثار، خاصة بعد عام 2003 كانوا يبحثون عن مقتنيات مدفونة، لأنه هاي المنطقة تضم واحدة من أكبر المقابر المسيحية القديمة، وتمتد على مساحة تزيد عن 1400 دونم، أي ما يعادل نحو 3 ملايين ونصف المليون متر مربع. ويقدرون عمر بعض القبور بأكثر من 1000 سنة تقريبا، وتشمل قبور مغطاة بالجرار الفخارية والحجارة والطين، وحتى توابيت للأطفال على شكل جملون. اليوم هذه المنطقة تعاني من الإهمال، وصاروا يستخدمون بعض أجزائها حتى يرعون الأبقار والجاموس.